السلام عليكم الدراري والدريات، ومرحبا بكم في قصة جديدة من الواقع البشري المعقد. أبشع حاجة تقدر توقع للإنسان ماشي هي يطيح في الفضل ولا في الفقر، أبشع حاجة هي ملي كيعطي أصدق وأجمل سنوات عمره للشخص الغلط، كيبني فيه حجرة بحجرة، وفي اللحظة اللي كيكمل فيه داك الشخص البناء كيولي أول قرار كيتاخد هو أنه يريب الباني تاعو. القصة ديال اليوم كتدور في واحد العالم سميتو التضحية المفرطة. غادي نغوصو في أعماق ديال جوج ديال النفوس بشريه، مريم بنت اللي تحولات من شعله ديال الذكاء والطموح لشمعه ذابت كليا باش تضوي طريق الحبيب حياتها. مهدي شاب اللي عاش سنوات ضعف وعقدان النقص، ملي وصل القمه اختار انه يسمح في الماضي كله ويسمح معاه في الانسان اللي وصلته تمك. وجد راسك والمشروب اللي عزيز عليك وحط التليفون شي بلاصه مريحه، ويلا معانا نعيشوا هذه الملحمه الدراميه النفسيه بالتفصيل المبين. نرجعوا بالزمن لسنوات الثانويه. كانت مريم بنت 17 عام، عينيها عامرين بالحيويه والطموح، قرايه متفوقه وكلشي كيتوقع لها مستقبل كبير. في الجهه المقابله كاين مهدي، شاب كيعاني في واحد العائله بسيطه، افكاره مشتته والنقطه ديال القرايه ديالو كتحتضر. تلاقاو في القسم، مريم ما شافت في مهدي الفشل، بل شافت فيه شاب ضائع ومحتاج يد العون. تولد في قلبها واحد الشعور ديال الامومه والعاطفه المبكره. بدات كتلخص ليه الدروس وكتقسم معاه المذكرات وكتسهر معاه حتى الجوج ديال الليل، وهي كتشرح ليه في الماده باش على الاقل يجيب المعدل. في ديك الفتره مهدي كان كيشوف فيها ملاك المنقذ. في واحد العشيه قابلها قدام باب المدرسه، قطع واحد: مهدي، مريم، انت الوحيده اللي امنتي بيا ملي كاع الناس شافوا فيا النكير. اقسم بالله الا وصلت في حياتي غتكون انت هي مولاتها وشريكها. مريم ابتسمت وحست بالدفء كبير في صدرها، وما كانتش عارفه بلي هذيك الكلمه كانت غير مخدر عاطفي غيعيشها حتى 10 سنين ديال الوهم. دازت سنين، مريم تخرجت بامتياز ودخلت الوظيفه، بينما مهدي بقى كيتلاطم بين المعاهد. هنا دخل الطرف الجديد في العاصفه، مريم لالا زهره. لالا زهره مرا حكيمه وكتشوف بعين الام، كتشوف بنتها كتبدل، الصالير ديالها كيمشي على مهدي وشبابها كيدوز في انتظار المجهول. لالا زهرة: بنتي، هاد مهدي راه كياكل لك في شبابك، الراجل كيبان من صغرو، الا ما وقفش على رجليه دابا غيبقى حاط عليك الثقل طول عمرك. مريم: لا ماما، انت ما كتعرفيش، مهدي مظلوم والفرصه باقي ما جاتوش، وانا مستعد نتسناه ونوقف معاه حيت هو حب حياتي. ووصلت للتضحيه لاقصى درجاتها ملي مهدي كان محتاج واحد الدوره في مجال التسيير باش يقبلوه في واحد الفورماسيون غاليه بزاف. واحد الشركه كبيره، مهدي اتصل بمريم كيبكي وكيعبر ليها على قله الحيله. مريم بلا ما تفكر جوج مرات مشات للصندوق ديالها، هزات الدبالج والذهب اللي عطاتو ليها امها. نهار رجعت في الباك مشات عند الدهيبي بعد داكشي، وانتم عارفين باللي الذهب عنده قيمه خياليه، باعتهم في السوق بالسر وعطات سيوله لمهدي وهي طايحه بالفرحه حيت حلت ليه مشكل في حياته. مهدي خدا الفلوس وعوض ما يحس بالذنب، لا، حس بالاستحقاق وان مريم واجب عليها دير هادشي. في الوقت اللي مريم كانت كتحرق راسها تقدم لها واحد الشاب مستقر ماديا ولد عائله ومعروف. لالا زهره دارت مع بنتها المستحيل باش تقبل داك العريس، ولكن مريم وقفت بوجه عائله كامل ورفضت السيد رفضا قاطعا حيت كانت خايفه انها تخون العهد ديال الثانويه اللي دارتو مع مهدي. ملي اتصلت بمهدي باش تقول ليه راه ودي رفضات واحد العريس، تفاجأ مهدي وبدا كيمثل عليها. طفى التليفون سيمانه كامل. مريم وعاشت العذاب النفسي، كنقول لك، ما كتشرب ما كتاكل والقلق كياكل ليها في قلبها. ملي مشات لدار مهدي خرج عندها مهدي ووجهه صفار وكيمثل الاحباط وزعما مريض نفسي. مهدي كان كيقول: مريم، انا حشمان منك، ملي سمعت بلي جاك عريس لاباس عليه حسيت براسي صغير ومحقور. انا كنبغيك ولكن ما بغيش نكون السبب في تعاستك، خليني غاب بوحدي نموت في صمت. وهاد المسكينه كانت آلة دفاع ذكيه من مهدي باش يزرع في مريم عقدة الذنب. بدل ما تسولو علاش غبرتي ولات كتلوم راسها، ولات مريم كترغب يرجع يسامحها. حطات راسها في موقف مقارنه مع العريس. هكا كان مهدي كيتلاعب بمشاعر ديالها وكيردها هي المذنبه ديما. وجا النهار الكبير، مهدي تقبل واخيرا في المقابله الاولى في الشركه الدوليه بفضل ديك الفورماسيون، ولكن كانت خاصه المقابله النهائيه، ولكن ما عنده حتى شي لبسه تصلح. مريم مشات معاه المحل وشرات ليه احسن كوستيم وصباط بفلوسها بالبطاقه البنكيه ديالها. وقفات معاه في الشارع كتقاد ليه الكرافطه وكتدعي معاه والدموع نازين. كنقول لك مهدي قبلوه في المنصب
براتب مزيان وبوست واعر. وهنا بدات نقطة التحول الخطيرة كنقول. في الشركة مهدي تلاقى برضوان صديق المكتب ولا الطرف الجديد. رضوان شاب سطحي كيشوف الحياة غير بالكماليات والمظاهر. رضوان شوف مهدي، انت دابا بقيتي في بوست كبير ووجهك هو كلشي، خاصك طوموبيل جديده وخاصك بنت اللي تشرف بيك قدام المجتمع والحفلات، ماشي بنت اللي معاقده كترجعك ليامات الفقر. هاد الكلام نزل على عقده النقص اللي كانت مدفونه في مهدي. مهدي ما بقاش كيشوف في مريم بنت اللي ضحات بذهبها وعائلتها، ولا كيشوف فيها شاهدة على فترة الضعف والفشل القديم، ولا كل ما كيشوفها كتفكر ايامات ما كانش كيقدر يشري حتى كاس د القهوه. وهنا اختار يبعد منها باش ينسى الماضي ديالو. بدات الخيانه العاطفيه كتشكل. مهدي بانت حياته بنت جديده في شركه سميتها جيهان، بنت انيقه ما كتعرف على مهدي والو غير داك الوجه الناجح والكوستيم الغالي. بداو الكذبات كيتراكموا، ميساجات كيمشيو بالغلط لمريم، حجج ديال الضغط ديال الخدمه والتهميش مريم من الحفلات الرسميه ديال الشركه بدعوى انها ما تعرفش تندمج مع دوك الناس. واحد النهار صاحبه مريم شافت مهدي في واحد المطعم فاخر في واحد المدينه مجاوره، جلسات مع جيهان كيضحكوا وكياكلوا وكيتبادلوا الهدايا، ولابس نفس الكوستيم اللي شرات ليه مريم فاش ما كان عنده والو. صاحبتها صورات هم وصيفطات الفيديو. مريم في ديك اللحظه حسات بركة فيها خواو، قلبها كيتعصر بالبرودة، الدنيا دارت بها، ما تحكماتش في راسها، ركبات في الطوموبيل ومشات ديريكت للمطعم، وقفت عليه في المائدة وقالت: مهدي، هذا هو الكوستيم اللي وقفت معاك باش تشريه، هذه هي الخدمة اللي ضحيت معاك بها، مالي وفلوسي وقلبي وشبابي. مهدي بوجود جيهان ورضوان حس بالايجو ديالو كيتهرس، بدل ما يحشم ويعتذر ناض وخنزر في مريم ودار عند جيهان وقال لها ببرودة قاتلة: جيهان سمحي لي، هذه غير واحد البنت كانت كتقرا معايا في الثانوي، باقي عندها شي عقد نفسيه وكتقلب على صداع، انا غنحل هاد سوء التفاهم ونرجع. مريم ملي عرفات مهدي في الثانوي ما حباتوش هو كيف ما كان، حبات الفكره ديال انها غتبنيه وغترفعو لمستويات عاليه. طاحت في الفخ انها تلعب دور الام والمنقذ، وفي علم النفس ملي كتلعب الدور ديال الام والمنقذ مع الشريك ديالك راه غا كتربيه باش يمشي عند وحده اخرى ملي كيكبر. مغالطة التكلفة الغارقة، أي كيف ما شفنا مع مريم كانت كتعرف باللي كاينة علامات ديال الخطر والريد فلاك في المسار، ولكن حيت استمرت 3 سنين من بعدها 5 سنين من بعدها 8 سنين كانت كتقول أحرام هاد الجهد والسنين كاملة تضيع هباء منثورا، فكانت كتزيد كتضحي وهكا كتغرق راسها اكثر. تحليل الشخصيه ديال مهدي: الانتفاع والانانيه المعقده، شخص استغلالي كان كياخذ العطاء ديال مريم كانه حق مشروعي، ما عمرو حس بالامتنان بل كان كيشوف راسو كيستاهل داك التعب. عقده النقص والهرب من الماضي. علاش مهدي مشى مع بنت جديده؟ ما بغاش يرجع لمريم اللي هي اصلا السبب ديال النجاح ديالو، حيت مريم كترجعو للماضي. مريم هي الشخص اللي شافته هو فاشل وهو كيبكي وهو ما عنده حتى 10 دراهم في جيبو. ملي نجح الايجو ديالو ما بغاش يفكر بفترة الضعف ديالو، فضل يمشي مع بنت جديدة كتشوف فقط صورة الرجل الناجح والغني. القصة ديال مريم ومهدي ماشي كتبكيك ولا كتعصبك، ولكن كتخليك تعاود الحسابات ديالك. هاك 4 القواعد ذهبية: ما تبنيش الرجل والمرأة على الحساب ديال راسك، عاون وساعد، زوينة في العلاقات، ولكن ماشي انت تولي هو السلم اللي كلشي كيدوز عليه. اللي باغي يوصل خليه يضرب تماره بيديه. البنت ماشي سوقها تبني راجل، والراجل ماشي سوقه يربي بنت. العطاء خاص يكون فيه توازن، give and take. الا لقيتي راسك في شي علاقه انت هو الوحيد اللي كتعطي، انت اللي كتصالح وانت اللي كتدفع الفلوس وانت اللي بيكي، عرف راسك ماشي في علاقه، انت راه في استغلال عاطفي. الماضي المشترك ما كيضمنش الوفاء، ماشي حيت عرفتيه من الثانوي ولا كتعرفها من الطفوله يعني راه مستحيل غدرك. والوفاء هو اصل التربيه والقيمه في الحاضر، ماشي غير اقدميه وسنين دازت. الخيانه ماشي دليل على نقص ديالك. مريم ما تحسرت حيت كانت ناقصه، بل حيت عطات الدراهم الحاجه ما تسواهاش حتى سنتيم. الخيانه كتعبر على اخلاق الخائن ماشي على قيمه الضحيه. في النهايه مريم كلات واحد الدقيقه عاسحه في قلبها وكرامتها، ودازت هاد الفتره صعيبه ديال الاكتئاب
ولكن بفضل الله وبفضل قوة شخصيتها استوعبت الدرس وعرفت باللي قيمتها ماشي ديال المهدي، ورجعت كتبني حياتها من جديد، ولكن هاد المرة راسها هو الأول وطموحها هو الأهم. نتمنى هاد القصه تكون وعات بزاف ديال الشباب والبنات اللي غارقين في العطاء المفرط بلا حدود. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليقات، وبارطاجيو القصه مع شي واحد عزيز عليكم كتحسوا به محتاج يسمع هاد الهضره. وكما قال خونا المصري، الفيديو كاع كتبوا سعد وسجلوا مهدي دله هو انا يعني. كان معكم خوكم مهدي في هذا الفيديو، تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم. الفيديو جديد.